السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. أنا يوسف. هذا المقطع راح نقول لكم آخر الأخبار والأحداث عن ظاهرة المهرجين. أنا في المقطع اللي فات قلت لكم كيف انتشروا المهرجين وش السبب اللي خلاهم ينتشرون، فتقدر تروح تشيك على هذا المقطع تحت في الديسكريبشن موجود الرابط، وترجع تكمل هذا الفيديو وتشوف آخر الأخبار اللي صارت عن ظاهرة المهرجين. وغير كذا يا جماعة لازم تضغط لايك قبل يبدأ المقطع، احنا تعودنا على هذا الشيء فلازم تسويه وياه. نبدأ المقطع. أول حدث يا جماعة، طبعا المهرجين أنا قلت لكم في المقطع اللي فات إنهم انتشروا في دول كثير، لكن أبشركم المهرجين انتشروا في كل دول أوروبا تقريبا، حتى وصلوا ألمانيا. في ألمانيا صار شيء غريب، في واحد صور صورة لمهرج من دريجة عمارتهم، وقال إنه المهرج هذا يحاول إنه يخطف ناس أو إنه يدور على ناس، ويحاول في نفس الوقت إنه يطلع لعمارتهم. فصراحة الصورة تخوف، يعني تشوفونها قدامكم. انا صراحة شفت الصورة خفت، فهو شاف المنظر هذا قدام عيونه. الحدث الثاني يا جماعة، هذا المهرج اللي كان يعلنون فيه في ماك، المهرج هذا قررت سلسلة مطاعم ماك انها ما تحطه في الاعلانات، وانها تسحب كل الاعلانات اللي كان فيها. وش السبب؟ السبب طبعا ظاهرة المهرجين. اذا انت ما انت مصدق هذا الخبر، يمديني احلف لك واقول لك انه والله هذا الخبر صدق صدق، وفي مواقع جدا مشهورة قالت هذا الخبر، وفي قنوات جدا مشهورة قالت هذا الخبر. فالخبر ما هو كيس، والله انه الخبر ما هو كيس، الخبر صدقي، واتوقع انه ماكدونالدز قالت كذا يعني. والحدث الثالث يا جماعة هو مفرح وفي نفس الوقت محزن، فخلنا نبدأ في المحزن أول شيء. المهرجين يا جماعة صاروا ما يخربون بس أو إنهم يلاحقون الناس ويضربونه، صاروا يخطفون أطفال. وكانت بتصير هذه الحادثة أكثر من مرة في أمريكا، إنهم يخطفون أطفال وكذا. فهذا شيء يخوف صراحة. أول كانوا يعني يضربون الناس، يلحقون الناس، يخربون، هذا شيء عادي، لكن يوصلون إنهم يخطفون أطفال، شيء قوي صراحة. الشيء الحلو في هذا الحدث إنهم المهرجين يقولون إنهم بعد الهالوين راح ينقرضون، يعني ما راح نشوفهم. يعني باختصار هو شيء بس يطلع قبل الهالوين يعني، ويختفي بعد الهالوين. يعني الهالوين ما أدري هو اليوم أو بكرة أو بعد، ما أدري. الزبدة إنه في خلال هذه الثلاث أيام راح يجي الهالوين. الحدث الرابع اللي عندنا يا جماعة، في واحد من المشاهير حقين الانستغرام سوى مقطع وسوى حال السعوديين إذا دخل عليهم مهرج من المهرجين اللي في أمريكا وفي الدول هذه. فشوفوا المقطع معي. شوف ذا يا حبيبي، تراك في السعودية مو في أمريكا. يا عيال الزبدة انهم جلدوا ام المهرج جلد، وانا شفت هذا الشيء في الكومنت عندي يوم قلت لكم في المقطع اللي فات اكتبوا وش بتسوون لو شفتوا مهرجين في السعودية. صراحة قلتوا انواع في التعذيب قوية جدا، اهني امكم صراحة. وهذه تكون يا جماعة تقريبا اخر الاحداث اللي انتشرت عن ظاهرة المهرجين المخيفة اقدر اقول عنها وبس. يعني يا جماعة، وسؤالنا حق المقطع هذا يقول: هل تتوقع تتشوه صورة المهرجين المضحكين المسالمين، يعني اللي نشوفهم عادي في القنوات أو نشوفهم في الحفلات أو كذا، هل تتوقع أنها تتشوه سمعتهم بعد ظاهرة المهرجين؟ إذا تتوقع إيه قول تحت وقول لي السبب معه. وبس يا جماعة، إن شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسى لايك وسبسكرايب، وفي أمان الله.